السلام عليكم متابعي ومحبي القصص البوليسية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناتكم غموض جريمة، التي تتضمن ملخصات عن ملفات وقضايا بوليسية. أولا وقبل كل شيء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أبناءنا وأبناءكم من كل سوء وشر. مستمعينا الكرام، واحد نهار بنواحي مدينة أكادير، الخميس بالضبط مع 9 ديال الصباح، 3 ديال الرجال جاو لابريكاد، قالوا بلي لقاو جثة ديال ولد في واحد المنطقة فلاحية. بحسب الأقوال ديالهم قالوا بلي لقاوها البارح في العشية، البارح الأربعاء مع ديك 6 ديال العشية. مشاو غاديين يصيدوا الرنب، عندهم الكلاب ديالهم من نوع السلوقي كيف ما كنقولوا، وعندهم النمس، داك النمس هو اللي كيخرج ليهم الرنب من الشوك او الغار، وعندهم الشباكي. الوقت فاش كانوا كيقلبوا على الرنب، كيقلبوا في ديك المنطقة تما في الشوك وكذا، لقاو جثة ديال واحد الشاب وسط الشوك. لقاوها البارح الأربعاء في العشية، ولكن ما بلغوش لأنه خافوا يدخلوا في السينوجيم. وشنو كيديروا تما؟ والصيد ممنوع، وغاديين يخلصوا غرامات مالية على دوك الشباكي، لأنه شبكة وحدة إلا حصلات عندك كتصيد بها والصيد ممنوع كتخلص عليها ما يقارب 1000 درهم. ولكن قالوا باللي الضمير ديالهم ما هناهمش وما نعسوش ديك الليلة، واتفقوا بيناتهم باللي غاديين يمشيو يبلغوا ويوقع اللي بغى يوقع. المهم ديك الجثة يبلغوا عليها وما تبقاش تما. تعلمات النيابة العامة مشاو معاهم جدرمية المكان وجود الجثة. لما وصلوا كيلقاو جثة ديال شاب في أواخر العشرينات من العمر ديالو، مرمية وسط الشوك، لابس واحد السرفيط خضراء وسبرديلة كحلة. المكان فين تلقات هاد الجثة هو عبارة على منطقة فلاحية، ودوك الأراضي ماليها اللي عنده شي أرض مدور عليها الشوك. مكان اللي هو خالي، بعيد على أقرب دوار بمسافة 2 كيلومتر، ما كيمشوش ليه الناس من غير دوك الفلاحة اللي كيمشوا الأراضي ديالهم. الجثة من خلال المعاينة الأولية لعناصر الدرك الملكي كيتبين باللي ماشي بزاف باش ترمات في ذاك المكان، لأنه الجثة بقى طبيعية وما دخلاتش في مرحلة التعفن. وبحضور الشرطة التقنية والعلمية دارت المعاينة، واتضح باللي هاد الشاب مضروب في الراس ديالو من الخلف بآلة رادة، عصا أو حديدة أو شي حجرة، ومطعون مجموعة من الطعنات العشوائية في مختلف أنحاء الجسد ديالو. عنده طعنة في العنق، و2 طعنات في الصدر جهة القلب، وطعنة في البطن، بمعنى أنه تلقى 4 طعنات وضربة في الرأس. يعني اللي قتل هاد الشاب تكرفس عليه بمعنى الكلمة. قلبوا ليه الملابس ديالو، لقاو عنده سوارت ديال الدار فقط، ما لقاو عنده لا هاتف نقال، لا فلوس، لا وثائق كتثبت الهوية ديالو، لا حتى شي حاجة. ما بعيدش بزاف على مكان العثور على الجثة تلقات دماء. هاد الدماء كتبين باللي الجريمة وقعات غير تما، عاد من بعد اللي قتلوا هزوا ولاحوا وسط داك الشوك باش يخفي الجثة ديالو. وكان شك
باللي متورط اكثر من شخص في هذه القضيه. اللي قتل هذا الشاب هما جوج الاشخاص او ثلاثه، لانه الضحيه مضروب الراس ديالو بآلة راده، وتلقى طعنات كثيره بآلة حاده، يعني تستعملات اكثر من اداه في هذه الجريمه. وهذا الشيء كيرجح باللي اللي قتل هذا الشاب هما جوج الناس او كثر. وبما ان السيد تقتل في هذا المكان، فشنو كان كيدير هنا؟ واش جا هو وصحابو لهذا المكان جلسوا تما ووقع شي مشكل بيناتهم قتلوه، او هاد الشاب كان دايز من داك المكان تلقى ليه شي حد قتلو وقريساه، او ان هاد الشاب جا لهاد المكان وجاب معاه شي بنت بما ان المكان خاوي وتصادف مع شي حد تما دخل معاه في صراع انتهى بالمقتل ديالو. فمثل هاد الامور كتكون وارده في بحال هاد القضايا، خصوصا ان السيد مقتول في واحد المكان اللي عباره عن خلا. قلبوا جدرمية في مسرح الجريمه وفي محيط الجريمه، وكانت مهمه صعبه حيت كاين الشوك تما. فقالوا لربما الجاني يكون كيف ما لاح السيد في الشوك يكون لاح حتى داك سلاح الجريمه في شي شوك تما. قلبوا هنا قلبوا هنا قلبوا هنا، ولكن مع الاسف ما لقاو حتى شي حاجه. سلاح الجريمه ما كاينش، ما لقيناش. تخدات بصمات الضحيه باش يتم التعرف عليه من خلال قاعده البيانات، وتخدات صور للجثه ومسرح الجريمه ومكان تواجد الدم، وتنقلات الجثه للمشرحه. من خلال قاعده البيانات كيتبين باللي الضحيه سميتو عدنان، والسن ديالو 27 سنه، وكيسكن في واحد الدوار غير في النواحي تما كيقولوا ليه دوار ولد المكي. الوالدين ديالو ناس اللي هما بساط دراوش، الله يعمرها دار بحال جميع الناس ديال الباديه. عندهم السكنه ديالهم، عندهم اتساع، عندهم اراضي فلاحيه ديالهم، عندهم الغنام البقر، وعايشين بخير. خبروهم جدرميه بالواقعه وباللي ولدهم تلقى مقتول، ومشاو وتعرفوا عليه. سولوهم على الدري من امتى وهو غابر وامتى خرج من الدار. قالوا باللي خرج نهار الاربعاء في الصباح، فطر وخرج، ومن تما ما بقينا شفناه. والدري فطر معاكم الاربعاء في الصباح وتلقى مقتول في العشيه، وتبلغ على الجثه ديالو الخميس في الصباح، يعني نهار وهاد الدري غابر. كيفاش ما بلغتوش بالاختفاء ديالو؟ واش ما قلبتوا عليه؟ ما سولتوا عليه؟ ما حتى حاجه؟ لا سيدي، ما بلغنا ما قلبنا. وعلاش؟ وسيدي لانه موالف كيغبر، وهو اصلا ما كيعمرش في الدار بزاف. من نهار بنا واحد الدويره ديالو، وفين كاينه هاد الدار ديالو؟ كاينه غير حدانا. الارض اللي بانين فيها حنا الدار بنا فيها حتى هو بعيد علينا بشي 80 متر، ولا ديك الدار هي اللي كيعمر فيها بزاف. حنا قليل فين ولا كيعمر معانا، كيدخل مره يفطر او يتغدى معانا ويخرج، والعشاء راه ما كنشوفوش، ولا ديما معمر مع شي صحابو وكيجيو عنده تما للدار. فاش خدام هاد الدري دارهم كيقولوا كيخدم في القبص. واش كيخدم مع شي حد ولا كيخدم بوحدو؟ كيخدم غير بوحدو، عنده كليان ديالو وكيخدم ديك 3 ايام في السيمانه، ومره راه كيخدم السيمانه كامله. كيبريكولي غير مع الكليان ديالو، اللي عنده شي خدمه راه كيعيط ليه. واخا الولد فطر عندكم داك الصباح، فطر عندنا، وملي خرج كان لابس ديك السيرفيط خضرا وسبردي لك حلا. هادوك هما الحوايج اللي خرج لابس. عنده تليفون؟ عنده. واش كان هزو معاه؟ وسيدي ما عرفناش واش كان هزو معاه ولا مخليه في الدار ديالو. هز معاه شي فلوس؟ ما عرفناش.
الدري مبلي كيكمي كيشرب او كذا، لا، قلتو باللي عنده شي صحابو كيجيو عنده للدار. هاد صحابو كتعرفوهم مزيان؟ ايه كنعرفوهم، راه غير ولاد المنطقه فين كنسكنوا. هاد صحابو كيفاش دايرين؟ قباح، دراوش، مبليين ما مبليينش. عائلتو كيقولوا اللي كنعرفوا عليهم دراوش الله يعمرها دار. شكون هما هاد صحابو؟ فلان وفلان وفلان. البلاصه فين تلقاو ولدكم مقتول بعيده على فين كتسكنوا، ولدكم اشنو مشى يدير تما؟ واش عندكم شي ارض تما كيمشي ليها؟ لا سيدي، ما عندناش الارض تما، ولكن راه موالف كيمشي مع صحابو يصيدوا الرنب في ديك البلاصه. مع من كيمشي؟ وكيمشي مع صحابو اللي ذكرنا لكم. الاربعاء خرج في الصباح، فطر معاكم وخرج. واش جاو عنده صحابو قالوا ليه نمشيو نصيدوا؟ واش قال لكم غادي نمشي نصيد مع صحابي؟ لا سيدي، ما شفناش صحابو جاو عنده وما قال لنا حتى شي حاجه. الوالدين ديال عدنان كانت هذه هي الاقوال ديالهم. الدار ديالو فتشوها الجندارم بحثا على داك الهاتف ديالو ولا اي دليل يوصل للقاتل. تليفون ما لقاوش جدرميه وما لقاو حتى شي حاجه في الدار. صحابو جابوهم الجندارم، بحثوا معاهم، كيسولوا هذا كيسولوا هذا كيسولوا هذا. 3 من صحابو كيقولوا باللي كنا خدامين وباللي ما شفناش داك النهار. وتأكدوا الجندارم باللي فعلا هاد 3 كانوا خدامين، يعني عندهم حجة غياب مؤكدة بحسب التوقيت ديال الخدمة ديالهم، راه ما شافوش. لأن الدري خرج مع 9 ديال الصباح بحساب الكلام ديال والديه، وتلقى مع 6 ديال العشية بحساب الكلام ديال الناس اللي لقوه. ولكن 2 دراري اخرين من صحاب الضحيه لما سولوهم جدرميه فين كانوا، قالوا باللي كانوا مع بعضياتهم هما بجوج. الاخر كيقول كنت مع فلان، والاخر كذلك ومثال كيقول كنت مع فلان. فين كنتو وفين مشيتو معاش تلاقيتو؟ تلاقينا مع الصباح، بقينا غير كندورو وهبطنا البحر حتى لديك العشيه، عاد رجعنا بحالنا وتفارقنا. كان معاكم شي حد؟ لا، كنا غير حنا بجوج. مشيتوا لشي بلاصه بالتحديد، قهوه ولا شي بلاصه شافكم فيها شي حد كيعرفكم غادي ياكد الكلام ديالكم؟ لا، ما مشينا لا قهوه لا حتى شي حاجه. جدرميه شكوا في هاد الجوج. علاش؟ لانه كان شك باللي الدري قتلوه 2 الناس، لانه تلقى مضروب في راسو بآلة رادة ومضروب بموس، بمعنى انه تستعملات اكثر من اداة وحده في الجريمة. هذه الحاجة الاولى. الحاجة الثانية، تقرير الطبيب الشرعي كيأكد باللي دازت تقريبا 24 ساعة على وفاة الضحية، يعني تقتل في الصباح، وهما في الصباح كيقولوا تلاقاو مع بعضياتهم وماشي بعيد الضحية كان معاهم. عاد زيد ان هاد الجوج صحابو اللي موالف كيمشي معاهم يصيدوا، والبلاصة فين كيصيدوا هي اللي تلقى مقتول فيها. وهاد البلاصة ما كيمشي ليها هو حتى كيبغي يمشي يصيد مع صحابو، كيمشيو يصيدوا مجموعين. تخبرات النيابة العامة بآخر التطورات. السيد الوكيل العام لجلالة الملك عطى التعليمات ديالو باش يتقلبوا منازل المشتبه فيهما، وداكشي اللي كان. جدرمية مشاو قلبوا الديور ديال هاد 2 دراري اللي غادي يتم اعتقالهم ووضعهم تحت الحراسة النظرية. واحد منهم تلقى عنده هاتف نقال مخبيه مع الحوايج ديالو، والاخر تلقى عنده موس متوسط الحجم لقوه مخبيه مع شي شباكي ودوزان ديال الصيد في واحد العشه.
الدري اللي لقاو عنده تليفون، ملي سولو الجندارم والديه قالوا ديالو ما ديالوش الله اعلم، حنا ما عرفناش. ولكن والدين الضحيه ملي تعرض عليهم التليفون اكدوا باللي ديال ولدهم اللي تلقى مقتول. هاد الدري اللي تلقى عنده تليفون في البحث واجهوه الجندارم بهاد القضيه، اش كيدير عندك هاد التليفون؟ الدري بدا كيدخل ويخرج في الهضره، حقا ما حقا التليفون ديالي. قالوا لي الشريف والدين الضحيه كيقولوا التليفون ديال ولدهم، وحنا غادي نقلبوه وغادي نعرفوه واش ديالك ولا ديالو، فمن الاحسن تقول لنا اش كاين. الدري ما لقى ما يقول، قال بلي الضحيه كان مخليه عنده. وعلاش كان مخليه عندك؟ ياك ما كان شافرو ولا شي حاجه؟ لا، ما شافرو ما حتى شي حاجه، غا مخليه عندي. وما يمكنش يخلي عندك تليفون غير هكاك، وانت في الاول كتقول ديالي، دابا كتقول مخليه عندي. غير قول لينا اش كاين وشنو وقع ما بينك وبين صاحبك حتى قتلتيه، وواش فلان كان معاك ملي قتلتيه. هنا غادي يعترف بكل شيء، قال فعلا قتلناه احنا بجوج. بحسب الاقوال ديالو كيقول بلي استدرجوا الضحيه لمكان الجريمه، عيطوا ليه في التليفون، الو حقا ما حقا راه كاين انا وفلان راه كنصيدو، جي ضحك معنا شويه. الوقت اللي خرج من دارهم مشى لعندهم، عيطوا ليه وهما في خبارهم بلي الدري راه ما خدامش داك النهار. مشى لعندهم عادي، تصرفوا معاه عادي بحال ما كاين حتى شي حاجه، بقاو كيصيدوا، بقى معاهم الدري حتى جاتهم الفرصه. الدري الاخر ضربوا بحجره، وهذا اللي تلقى عنده تليفون ضربوه بالموس، والموس ديالو وهو كيقول خلاه عند الاخر. يعني الموس اللي لقاو الجندارم عند الاخر راه ديال هذا. ملي ضربوه الدري بقى كيتصفى من دمو حتى مات، هزوه ولاحوه وسط داك الشوك وزادوا بحالهم. علاش وشنو السبب؟ الدري بحسب المعلومات صاحبكم شحال نتوما معاشرين، لاش درتو فيه ديك الحاله؟ كيقول هاد الدري اللي تلقى عنده تليفون واللي سميتو انس باللي جا عنده صاحبو عبد الكريم، قال ليه شوف فلان عدنان راه قال لي باللي عنده التصاور ديال اختك، وعلى حساب ما قال لي راه التصاور ماشي تلهيه، الله اعلم واش عريانه فيهم ولا الله اعلم، وراه كان باغي يوريهم ليا ولكن انا ما بغيتش نشوفهم. قلت ليه لا، تصاور ديال خوت صاحبنا نبداو نشوفوا فيهم ماشي فعال ديال الرجال، وقلت ليه مسحهم ما تخليهمش عندك، ولكن هو ما بغاش. واش اختك اللي مصيفطاهم ليه ولا جابهم من شي قنت الله اعلم، المهم راه دوك التصاور ديال اختك. انس هنا طلع ليه الدم وقال لعبد الكريم غادي نمشي ليه ندير ليه نفعل ليه كذا ما كذا. عبد الكريم قال ليه وها انت مشيتي ليه وتضاربتي معاه وفارقوا بيناتكم، راه غادي يبقاو عنده التصاور. عبد الكريم قال ليه عرفتي اش غادي نديرو دابا؟ غادي نفرزوه وغادي نحيدوا ليه التليفون ونخليو دار عشتو مزيان، حيت ماشي فعال ديال الرجال. كون غير كنتي انت شي واحد براني ما عنديش مشكل، ولكن انت صاحبي وبحال خويا. وداكشي اللي كان، عيطوا ليه فرزوه. عبد الكريم ضربو غير بحجره، قال ما معولش يقتلو. ولكن انس ملي سمع اختك ما اختك وبقى عبد الكريم كيعمر ليه فراسو، قرر يفضي مع عدنان غير ما قال لعبد الكريم والو. وداكشي اللي كان، ملي عبد الكريم ضربو بحجره انس جبد موس وبدا كيضرب فيه، وملي مات عرفوا راسهم متورطين بجوج، سكتوا. كان هذا هو الكلام اللي قال انس، وهو معترف باللي هو اللي ضرب عدنان بالموس والاخر ضرب بحجره، وهالسبب علاش وهالسبب علاش. ولكن عبد الكريم حتى هو كان عنده ما يقول. عبد الكريم فعلا قال نفس الكلام اللي قال انس، ولكن الحاجه اللي ما كانش عارف انس واللي صرح بها عبد الكريم ان التصاور ديال خوت انس كانوا عند عبد الكريم في تليفونه،
وخداهم الضحية من التليفون ديال عبد الكريم في غفلة منه في الوقت اللي كانوا عند الضحية في الدار، لأنه بحسب الأقوال ديال عبد الكريم كيقول باللي هو كان على علاقة غير شرعية مع الأخت ديال أنس اللي في عمرها 21 سنة. عبد الكريم وخت أنس مدة وهما مع بعضياتهم، كيتلاقاو مع بعضياتهم وكيخرجوا مع بعضياتهم بالتخبيه، وكتصيفط ليه تصاورها عادي، ما كاينش مشكل. هادشي ما كان في خبار حتى شي حد، ولكن ملي طاح الضحيه على التصاور في التليفون ديال عبد الكريم خداهم ولا كيهدد بهم: خت انس تصاورك عندي، جي عندي للدار ولا نفضحك، ولا قلتي لعبد الكريم ولا شي حد شي حاجه راه تصاورك كاع عباد الله يشوفوهم، اللي كيعرفك واللي ما كيعرفكش. خت انس قالت هادشي لعبد الكريم، قالت ليه انت تصاوري مشيتي عطيتيهم لفلان ولا كيهددني بهم وكيقول لي جي عندي للدار وانتم دايرينها مع بعضياتكم وكيسحب لي انت راجل طلعتي شماته، اش كتقولي وكيف ما سمعتي. عبد الكريم قال ليها هادشي اللي كتقولي راه ما كاينش، وانا عارف اش غادي ندير، التليفون ديالو غادي نحيدو ليه، التليفون اللي فيه التصاور غادي نحيدو ليه. عبد الكريم باش يخرج راسو من الورطه قال نسبقها انا لخوها ونقول ليه داكشي اللي بغيت نقول باش في نفس الوقت يعاونني عليه. وداكشي اللي كان مشى لعندو وحرضو وقال ليه راه عنده تصاور ديال اختك ويعلم الله منين جابهم، ها شنو خاصنا نديرو ليه وها شنو خاصنا نديرو ليه. وداكشي اللي وقع كتر من داكشي اللي خطط ليه هو. تلاقاو مع السيد قتلوه، خداو التليفون وزادوا بحالهم. في النهاية كل شي بان، كل شي تفضح. أنس طبعا في التحقيق عرف بلي صاحبو عبد الكريم هو اللي كان على علاقة مع اختو، والتصاور تخداو ليه من التليفون ديالو. تقدموا لي المحاكمة بجوج وتحكموا في هاد القضية ب30 عام لكل واحد فيهم على هاد جريمة القتل البشعة اللي ارتكبوا في حق الصديق ديالهم. وإلا جينا نشوفوا راه ما كانت لا صداقة لا والو في هاد العلاقة بين هاد الأشخاص، كاين غير الغدر. على أي المستمعين الكرام، كانت هذه هي النهاية ديال هاد الحلقة. كنتمنى أنني نكون وصلت لكم جميع تفاصيل هاد المسطرة بوضوح، وكنتمنى أن الصوت ديالي يكون واضح ومفهوم، ونتلاقاو في حلقة جديدة إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الأوفياء، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.